يا مساء الخير. ميعادنا الأسبوعي لايف لكل يوم سبت. هنتكلم النهاردة عن توبيك مهم جدا بنواجهه كأمهات كتير مع أولادنا وبناتنا. بس الحقيقة انه احنا مش بنفس ردود الأفعال عليه، يعني في مننا عارفينه ومش عايزين يغيروه لأن هو حاجة أنا بعمل كده ودي طبيعتي، وفي مننا عارفينه ومكتشفينه في نفسهم بس مش عارفين يغيروه ازاي، وفي مننا ما يعرفوش اصلا ان هو اسمه كده. طب احنا هنتكلم النهارده عن ايه؟ هنتكلم عن المثاليه او البرفكشنزم. المثاليه الحقيقه دي آفة من الآفات اللي احنا كجيل الثمانينات والتسعينات اتربينا عليها كتير، وهي الحقيقة مش أحسن حاجة ومش مطلوبة مننا ولا في الدين، ضد قيم وقواعد كتيرة موجودة في الدين. وهنوضح ده واحنا ماشيين مع بعض. النهاردة هنتناول هو أنا إمتى أقول إن أنا عندي الطبع ده أو عندي القناعة دي أو عندي القيمة دي المثالية، عشان أعرف لو أنا مش عارفة، وهقول إزاي هعالجها عشان لو أنا مش عارفة أعالج فأقدر أعالج، وهقول أثرها على الولاد علشان اللي متمسكة بالصفة دي فيها أو بالطبع ده فيها تفهم هي رايحة فين أو رايحة على فين هي وولادها. طيب، أول حاجة إيه الحاجات اللي لو أنا كنت بعملها أقول على نفسي إن أنا عندي الحاجة دي، إن أنا فعلا موجود فيا أو بتعامل مع أولادي بالبرفكشنزم، يعني في مثالية زيادة عن اللزوم. أول حاجة إن أنا ماشية لهم حياتهم بالقلم والمسطرة، يعني طول الوقت لازم الحاجة تحصل بيرفكت، لازم الحاجة تحصل زي ما احنا متفقين. لو الحاجة خلفت اللي انا بقوله ابقى بهيج وبشيط وازاي ومش ازاي. الحاجة لازم تكون صح جدا. لو اي حاجة نقصت منها فانا كده الموضوع بالنسبة لي مش مقبول، وبهد حتى مجهود الولد او المجهود اللي بذل لمجرد ان النتيجة ما كانتش زي ما انا عايزة. طيب ايه تاني؟ لما الاقي ابني، ممكن انا مش ملاحظاها قوي في تصرفاتي، بس لما الاقي ابني بيقول لي حاضر وطيب من غير ما يحاول يفهم، فكده بنسبة ما انا ماشية معاه بنظام البرفكشنزم، فهو بطل يسأل لان هو مش بيفهم، هو انا عايزاه يعمل الحاجة وخلاص. لما يكون دايما بقول له انت بتفهمش حاجة او انت مش فاهم، اصلا انت لسه صغير، اصل اعمل اللي انا بقولك عليه، فانا كده مقدسه النمط بتاعي، او انا اللي بفهم كل حاجه وانا اللي عارفه كل حاجه، فانت لازم تمشي ورا اللي انا بعمله. لما اكون بتوتر لو حد من ولادي عمل حاجه غلط قدام الناس، فانا كده عايزه الدنيا تبقى مظبوطه والدنيا كويسه علشان منظرنا قدام الناس وعشان لما اكون الطفل كل شويه يجيلي ويقول لي ماما اعمل ايه، لو الطفل معتمد على مامته الاعتماد ده بعيدا عن انه يكون، اقصد ان هو في سن المفروض ما يعتمدش، فهو معتمد عليها اعتماد بشكل مش عارف يفكر، مش عارف يقرر، مش عارف، فده معناه ان هو تعرض للسلوك ده، انه كان بيتعاملوا معاه ببرفكشنزم، فهو اصبح مش عارف يقرر حاجه، هو مش عارف يعمل حاجه. هي انا اللي انا بقوله ده واللي انا مقرراه والحياه اللي انا رسمها في حياتي هي اللي هتتم، وانت رغبتك او عقلك او حياتك ملهاش وجود، ملهاش قيمه بالنسبه لي. المهم انا اللي انا عايزاه هو اللي هيتم. وبركز على النتيجه جدا جدا، ماليش دعوه بالمجهود اللي بذل نهائي. ودي بتبقى محبطه قوي 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 للناس اللي بتبذل عشاننا مجهود، لانه انا مهما بذلت مجهود انا ما بشوفش التقدير. ليه؟ لان النتيجه ممكن تطلع غصب عني، او قدر ربنا سبحانه وتعالى مش احسن حاجه او مش زي ما احنا متوقعين. فلما اوصف النتيجه او اعاقب على النتيجه وما جازيش على المجهود او مشكرش على المجهود، هنا وقتها بفهم ان انا واقعه تحت سيطره البرفكشنزم ده. وغيرها طبعا من التصرفات، ان انا دايما حاطه ابني تحت مظله او تحت قناعه انك لازم تبقى مؤدب، لازم تبقى كويس، لازم تبقى لابس معرفش بطريقه عامله ازاي، لازم تبان مهندم، لازم تبان كذا، لازم. وهنقول طبعا حاجات كتيره قوي، افكار كتيره بتيجي في دماغنا كاباء وامهات واباء حتى، بتاثر على اولادنا للاسف. طيب،
في البدايه كده ليه اصلا ده غلط؟ هو مش انا فعلا بفهم اكتر منه؟ هو مش انا فعلا اعرف اكتر منه؟ هو مش انا عشت حياه ومريت بحياه فخبرتي في الحياه اكبر، وبناء عليه فما فيش حاجه لو انا مشيته ورايا؟ طيب خليني اقول لكم ان احنا كل واحد فينا مخلوق علشان يعيش حياته مش حياة اللي قبله، وبناء عليه فكل واحد فينا ومن وهو صغير يبقى عنده عضلات غير العضلات اللي في جسمه. ايه هي العضلات دي؟ عضلات المهارات الحياتية. المهارات الحياتية بتاعت اني اعرف اخد قرار، اعرف اصاحب مين ما صاحبش مين، اعمل ايه امتى ما اعملش ايه امتى، دي عضلة لو ما اتمرنتش من وهو صغير على سكيل بسيط، بانه يقرر يلبس ايه ما يلبسش ايه، يقرر ياكل ايه ما ياكلش ايه، وبعدين شويه نخرج مع مين وما نخرجش مع مين، وبعدين حبه ادخل يعني انهي بقى صاحب مين في المدرسه وما صاحبش مين، ادخل علمي ولا ادبي، ادخل كليه ايه. العضله دي لو ما اتمرنتش من وهو بيقرر يلبس انهي جزمه، هيكبر وهبقى مش عارف يقرر ولا يدخل ايه ولا يتجوز مين، ولا لو اتجوزها هيعمل ايه في حياته، وهفضل طول الوقت انا اللي ماشيه وراه بقرر له. فالنتيجه بتكون، وده نموذج بقى بنشوفه كتير جدا في مجتمعنا، ان الولد بيكون 30 و40 سنه والام بتكون كبرت وما زالت بتقرر له. اللقطه فين؟ ان احنا بنقرر لهم وبنتحمل عواقب اللي هم بيعملوه. ودي المشكله بقى، ان انا لما وهو صغير عواقب انه ياخد القرار فيغلط هتكون اخرها ايه؟ يعني لبس الجزمه بالغلط، لبس الجزمه بالعكس، اخر العواقب ايه؟ هيلاقي حد علق له على ان الجزمه مش عارفه عامله ازاي، فهو حس ان هو محرج شويه فعلمه ازاي يتعامل مع الاحراج، فيروح مبدل الجزمه وخلاص. انا كده عماله امرن له العضله. طب راح المدرسه وتصاحب على صاحب غلط، صاحب مش احسن حاجه وخذله، ضايقه، تنمر عليه، هيعمل ايه؟ همرن له عضله قرار انه يبعد عن انه يتخلى عن الناس المؤذيه في حياته، وبناء عليه فانا طول الوقت عماله اخليه هو اللي يقرر. طب انت المفروض تعمل ايه مع الناس اللي مضايقاك؟ طب انت المفروض، انا وكاني بشوف هو عايز يعمل ايه وبعلمه او بيسر له او بديله قواعد ومبادئ، مش رأيي مش انا لو مكانك هعمل كذا، ماليش دعوه انا لو مكانك هعمل ايه. انا ليا دعوه، انا بديله المبدأ وهو اشوف واتفرج عليه هيطبقه ازاي، اديله الحلال والحرام واشوفه هيتفرج عليه ويطبقهم ازاي. هو ده دورنا مع الولاد، مش ان انا اقرر له والغي مخه انه يشتغل اصلا، لان دي مشكله كبيره. لما بيكبروا بقى وعضله القرار عندهم ما بتبقاش موجوده، بنطلع ايه؟ 2 فيرجن. واحد قرر انه يكسر القواعد دي ويخرج فيجرب اللي عايز يجربه، ودي بتلبسه في حيطه كتير جدا، بتخلي قراراته كتيره قوي غلط، بس على كبر توابعها بتبقى كبيره وهو عضلته ما تستحملش ده اصلا. وهو الحمايه اللي هو عاملها لنفسه، او الحمايه اللي المفروض تبقى موجوده عنده عشان تحميه من الليله دي كلها، مش موجوده اساسا لانها ما اتنمتش من هو صغير. اللقطه فين؟ ان انا بشيل وراه، يعني انا بشيل وراه لان هو بيخرج يغلط، ما عندوش تولز ولا المهارات اللي يتعامل بيها مع اخطائه، فبيجي يرميها عليا انا. وبما ان انا اللي كنت بقرر طول الحياه، فانت اللي هتقرري تحلي المشكله ازاي. وبنتلام على انك ازاي مش عارفه تحلي لي المشكله، ما انت طول حياتك بتحلي لي مشكلتي. الفيرجن التاني ان هو ما بيخرجش وما بيكسرش، ما هو مستسلم تمام وقاعد جنبك مفيش مشكله، انا بجوزه، انا بعمل له، انا بدير له حياته. وده نموذج الراجل اللي بتكون مامته متحكمه في الحياه كلها، هو انا بتجوز مامته مش بتجوز الولد نفسه. وده طبعا فيرجن موجود في حياتنا. ده كل ده ليه؟ عشان انا كنت مسيطره وعامله في الاول وشغاله معاه في الاول بنظام البرفكشنزم. فلو احنا خايفين على اولادنا يوصلوا للتو فيرجنز دول، محتاجين ناخد بالنا كويس جدا احنا بنعمل معاهم ايه من وقت ما كانوا بيختاروا يلبسوا انهي جزمه. طيب ايه الاصوات اللي بتيجي في دماغنا كأمهات بتخلينا نلجأ للبرفكشنزم؟ يعني ايه الاصوات اللي تخلينا بنضطر ان احنا نبقى مثاليين او نخلي ولادنا مثاليين؟
اول حاجه محتاجين ناخد بالنا جدا من القناعه دي، ان انا ابني ما يغلطش. اصل ابن فلان الفلاني او ابن فلانه الفلانيه ما ينفعش يغلط، وكأن الموضوع يخصني، في حين ان هو ما يخصنيش اصلا. ما يخصنيش لانه هو مش انا. وزي ما قلنا قبل كده كتير في اللايفات بتاعتنا، انه احنا ياما شفنا انبياء اولادهم غير صالحين، والعكس صحيح، اولاد صالحين طالعين من تحت ايد ناس مش صالحين. اذا الموضوع مش شرط ان انا اكون كويس فابني كويس. طيب ايه اللي هيخلي ابني كويس بس في حياته؟ ان انا اقبل ان في حياته اصلا، ان في تراك بتاعه اساسا، ان في حاجه تخصه انا محتاج ان انا ادعمه فيها، مش امشيه في التراك بتاعي عشان هو ده اللي انا عارفاه، عشان هو ده اللي انا ضامنه انه ما يخرجش منه، وانه طول ما هو ماشي فيه انا تمام، وصورتي تمام، وحياتي تمام، والبرستيج بتاعي تمام. اللقطه دي مهمه جدا جدا جدا، لانه اولادنا ملهمش علاقه بينا خالص. طيب ايه الحاجه التانية؟ او قبل كمان ما نقول الحاجه التانية، الفكره بتاعت انا ابن فلانه الفلانيه او ابن فلان الفلاني ما ينفعش يغلط، بيتبعها على طول ان ابن فلان الفلاني ما يتعملش معاه كده، وبناء عليه فاحنا تبعنا البرفكشنزم بحمايه زايده، فاحنا بوظنا الدنيا. ليه ابني ما يتعملش معايا كده؟ ليه ابني ما يواجهش الحياه بطريقته، ما يواجهش صعاب الحياه بمهاراته، ويرجع لي يتكلم معايا ويقول لي، فانا اعلمه ازاي يواجه الحاجات دي واسيبه يواجهها ويرجع تاني. انا كده بعمل ايه؟ انا كده بعلمه هو ينمي الدرع الخاص بيه من المهارات الحياتية اللي تخليه يستحمل ويعي ويستوعب ويكون صامد قدام مصاعب الحياة اللي هو هيشوفها لما يكبر. انا محتاج اعمل ده مع ابني، لانه فكرة ان انا اللي بقول ده ينفع وده ما ينفعش، انا سواء ليه او لغيره عليه، دي مشكله. لان انا كده مش، انا كاني انا بتعامل معاه لانه روبوت، انا بتعامل معاه لانه عروسه الدميه بنلعب بيها، فانا اللي اقرر لها. لا، هو مش انا اللي بقرر له، ولا انا اللي بحميه، ولا انا بعلمه يواجه اللي بيواجهه ازاي وبس، ما بتدخلش الا يعني في حاجه كبيره قوي ان فعلا هو مش عارف يتصرف فيها. او بقول الله، ده وانا في سنه كنت بعمل كذا، هو انت ازاي مش عارف تعمل كذا؟ الصوت التاني ان انا كده بربيه على الانضباط والصرامه والالتزام. لا، هو ده ولا انضباط ولا صرامه ولا التزام، دي خنقه، انا بخنقه. الله سبحانه وتعالى في دينه، في تطبيق دينه، كان يعلم اننا هنذنب واننا هنغلط، فاوجد لنا الاستغفار، اوجد لنا الطريق بتاع الرجوع. طب هو اوجد لنا طريق الرجوع ليه لو هو عارف ان احنا مش هنروح؟ اذا عادي جدا 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 الخطأ، عادي جدا جدا ان في امور ديننا اللي هي اهم حاجة في حياة كل واحد فينا مكفول لنا ان احنا نذنب وان احنا نغلط. فما بالكم في اي حاجة في الحياة، عادي نغلط، عادي نتعلم من اخطائنا، عادي نعتذر للبني ادمين. كل دي عضلات ومهارات محتاجين ننميها ونكبرها عند ولادنا عشان يعرفوا يطلعوا يواجهوا الحياة، علشان ولا نتحمله زيادة عن اللزوم واكون انا كبرت ومش فاهمة حياته اصلا فمش هعرف افيده، ولا اكون انا جرالي حاجة وهو يلوص للحياة وهو مش عارف يعمل حاجة. من الاصوات اللي بتيجي في دماغنا عشان ما حدش يقول علينا حاجه، عشان ما حدش يقول ان انا ولادي ما اعرفش جرالهم ايه، او ان هم مش كويسين، علشان اتباهى واقول اصل انا ابني ناجح، اصل انا ابني ملتزم، اصل انا ابني مؤدب، اصل. وللاسف الشديد ان في اولاد كتير قوي بتلجأ لانها بتعمل حاجات كتير قوي من ورا اهاليها عشان تسكتهم، عشان توقف الحته دي. ودي حاجه ما فيهاش صراحه، انا كده بضحك على نفسي، لاني بحاول مش غصب عني، بحاول اتعمد اشوف صورة غير حقيقية بالمرة. واللقطة فين؟ ان انا بقول ان الولد اللي بيحاول يعيش حياته بمعزل عن اهله
من غير ما يعرف يفك السيطرة عليهم، بس هو بيحاول يعمل ده ان ده اقل ضررا من طباع الاهل دي، من البرفكشنزم. يعني هو حاول يفلت من البرفكشنزم ده، في مستقبله بيكون اقل ضررا عن الولاد كلها، عن اللي سمع وقال وطيب وحاضر وفضل قاعد تحت رجليهم وما بيعملش حاجه وما بيقررش في حياته وما بيعملش اي حاجه، او عن اللي خرج وبقى بيخبط يمين وشمال. في شباب بتبدا، ودي انا بدعمهم جدا وبحاول بقى نظبط الدنيا معاهم، لانه عشان هو بقى ما يعملش حاجه غلط. لانه شباب كتير بتجولي بيبقوا واقعين تحت مشكله البرفكشنزم من اهاليهم ومش عارف يعمل ايه، بس هو شايف ان ده غلط وعايز يعمل الواي بتاعه، فبساعده بديله التولز انه يعمل الواي بتاعه بما يرضي الله وما يعملش حاجه غلط، بس في نفس الوقت ومهاراته تكتر ومهاراته تتقوى، بس في نفس الوقت هو ما عندوش مش في ايديه يوقف اللي اهله بيعملوه. الفيرجن ده من الشباب انا بدعمه جدا، لانه بيبقى اقل ضررا من اثر طباع الاهل. طيب طيب انا بعمل كل ده وعندي الطبع ده وبقول ده في دماغي وبحاول اخد بالي من الناس وبيفرق معايا كلام الناس والكلام ده كله، برضو ليه؟ يعني ايه الحاجة اللي جوايا اللي بتحركني عشان تخليني اروح اعمل ده مع اولادي او مع الناس؟ يعني هو انا المشكله ان انا ما ببقاش بعمله مع اولادي بس، هو انا بعمله مع نفسي، بعمله مع زوجي، بعمله مع اولادي، يعني بعمله مع الناس عامه، الناس اللي وبحكم على الناس بقى ان الناس اللي مش بيرفكت في حياتها ومش مش ماشيه حياتها بالشعره وبيتها محطوط مش عارفه بطريقه عامله ازاي، يبقى كده الناس مش كويسه وحياتي كلها ابيض واسود. فانا ليه بعمل ده؟ طيب في قناعات كتيره بقى قوي ورا اللقطات دي، يعني ورا السلوك ده. اول حاجه انا بخاف من الفشل. ليه بخاف من الفشل؟ لاني ما بعرفش اتعامل معاه، لاني اتربيت مع اب وام عندهم perfectionism، بيتعاملوا معايا بالمثاليه، فانا كنت من النموذج الاطفال اللي ما نمتش التعامل مع الفشل، وده حاجه بننميها لان هو حاجه لابد منها في حياتنا، فعشان نعرف نتعامل مع الفشل دي حاجه بنتعلمها. اتذكر ودي من الكورسز اللي كانت رائعه اللي وديت ابني ليها، يعني كانوا بيعلموهم يتعاملوا مع الخساره. بيعملوا مسابقه واللي كسب. طب اللي خسر في حاجات بتتعمل له مهارات وبيتمسك، يعني اللي خسر ده هو وبيخسروا بالتتابع علشان كل واحد فيهم يكون اتعلم المهارة بتاعت انه لما اخسر اعمل ايه. كلنا عارفين لما ننجح هنفرح ونعمل والدنيا تمام، طب لما اخسر اعمل ايه؟ مطلوب مني اعمل ايه في الخسارة؟ فلو احنا كأهل ما عندناش اتعامل ازاي مع الخسارة، مش هعرف عمري اخلي ولادي يتعاملوا بيها، وبناء عليه فانا بحس ان انا هخليهم يمروا بحاجة انا معرفهاش. والعقل بتاعنا دايما بيخاف من المجهول، دايما بالنسبه له السبكونشس او العقل اللاواعي بتاعنا بيخلينا دايما في الكومفورت زون، اللي هي اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش. طب ليه؟ علشان هو مش فاهم اللي هناك ده انا هروح اعمل ايه، هتعلم فيه ايه ده ولا هعمل فيه ايه، فدايما بيتجنبه. فلو انا ما عنديش وعي بالكلام ده كله هلاقيني باخد ولادي واروح للكومفورت زون. انا مش عايزاهم يفشلوا. ليه؟ ما اصل الفشل ده وحش والفشل ده بيوجع والفشل مين قال ان الفشل وحش والفشل بيوجع والفشل مش مفيد؟ مين قال كده؟ معظم الناجحين هم اكتر ناس فشلت في حاجات، هم اكتر ناس اخفقت في حاجات. فمين قال ان الفشل شيء مضر؟ هو انا بالنسبه لي ما جيتش جنبه قبل كده وما اتعلمتوش قبل كده فخايفه منه، فانا كده هنا تمام، ده الكومفورت زون بتاعي. حاجة تانية من اللي بتكون عندنا، انا اتربيت بطريقة مش احسن حاجة، وواعية ان انا اتربيت بطريقة مش احسن حاجة، فقررت اصلح كل اللي اتعمل معايا زمان، فانا بصلح عيوب الطفولة بتاعتي، فاصبحت عايزة اولادي يبقوا ماشيين على الشعرة. فليه؟ علشان انا شايفة ان انا في حاجات كتيرة قوي غلط اتعلمتها وانا صغيرة، او في حاجات كتيرة غلط اتعملت معايا. هو الحقيقه ان ده اكستريم وده اكستريم، ان انا الجا او اقبل الحاجات الغلط اللي انا اتعلمتها وانا صغيره ده غلط، وان انا عشان اغير الحاجات الغلط اللي انا اتعلمتها مطلوب مني
اروح للاكستريم ان انا ابقى بيرفكت في كل حاجه. لا، هو التوازن هو الصح. انا اتعلمت حاجات غلط واكيد في حاجات صح، فبعدل الحاجات الغلط بالتدريج عندي انا الاول عشان اعرف اتعامل معاهم بيها، وبعدين بطبقها معاهم. فالموضوع بيجي بالتدريج. لكن ان انا الجا لان انا اكون بيرفكت في كل حاجه وكل حاجه مظبوطه وكل حاجه، ليه؟ خايفه من اللي كان بيحصل لي زمان. مش عايزه امررهم والحياه بيبقى وراها خوف عليهم، ان انا مش عايزاهم يمروا باللي انا مريت بيه. ايوه بس انت بتاذيهم في حته تانية، بس انت بتضريهم من ناحيه تانية. وطبعا الصوت بتاعي بيكون انا عايزاهم يكونوا احسن مني او يطلعوا احسن مني. تالت حاجه بتكون في القناعات اللي عندنا، ان انا مرتبطه جدا بدور الام. يعني ايه مرتبطه بدور الام؟ يعني انا مش شايفاني غير ام، فحاطه كل همي في الدور ده. فانا لو ما نجحتش في الدور ده، هم لو ما طلعوش بني ادمين محترمين مؤدبين بيعرفوا ربنا عندهم كل المميزات الحلوه ومش مهم يعني اكيد ما فيهمش اي عيب، ابقى انا كده فشلت. طيب اللقطه دي فيها حاجتين. فيها اولا ان نجاحك ملوش علاقه بشخصياتهم خالص، نجاحك له علاقه بالمجهود اللي بذلتيه. وانا طبعا ما عنديش النظريه بتاعت المجهود، انا عندي النظريه بتاعت النتيجه. فانا شايفه ان النتيجه مش احسن حاجه، اذا انا مجهودي راح على الارض. فهي الموضوع كله بيسلم بعضه. طيب اللقطة الأولانية فين؟ انتي مش أم بس. نجاحك في الحياة ملوش علاقة بأمومتك فقط، انتي أم وزوجة وابنة لباباكي ومامتك وصديقة لصحابك وبتشتغلي في الشغل وقريبة لكل قرايبك. ففي 6 أدوار احنا بنقوم بيهم. لو فرضا ان في دور انا ما عملتوش كما ينبغي، بعيدا عن ان ما فيش دور هيتعمل كما ينبغي، لو في دور انا ما عملتوش كما ينبغي ففي 5 انا تمام فيهم. اذا فكره ان انا حاطه همي كله ان انا ام وفقط، ده شيء، دي اسوأ حاجه ممكن اعملها في نفسي. لان انا ومن وسط الحاجات اللي انا محتاجه ابقى ناجحه فيهم، اللي هي الرقم 7 كمان، ان انا اكون ناجحه مع نفسي ومع ربنا سبحانه وتعالى. ودي من اهم العلاقات، ان انا اكون ناجحه مع ذاتي، عارفه اعيش مع نفسي. which is هي دي الحاجه المشكله، انا ما بعرفش اعيش مع نفسي. فربطه قيمتي وربطه حياتي بعلاقه من العلاقات دي، سواء ان انا مربوطه قوي ببابايا ومامتي، او مربوطه قوي بزوجي، او مربوطه قوي باولادي. السائد في الستات انها مربوطه باولادها، ده السائد. بس هو ده وظيفتك الحقيقيه او وظيفتك الوحيده؟ لا. احنا بنقول ان دي وظيفه مهمه جدا، وان ده دور من ادوارك مهم جدا، وان دي حاجه محتاجين ناخد بالنا منها، وكل الكلام ده حلو جدا. بس هل ده معناه ان انا اخنقهم علشان هو ده دور مهم وان هو ده اهم حاجه في حياتي، فانا مطلوب مني ان انا اعمله بيرفكت جدا، وان لو ما اتعملش هبقى انا فشلت؟ لا. النظره دي او القناعه دي هي اللي بتاذينا وبتاذي ولادنا. انا عندي ادوار كتيره جدا في حياتي محتاجه اهتم بيها، محتاجه انجح فيها، محتاجه اخد بالي منها، من ضمنها اني ام. فلو انا اخفقت مع بعض من اولادي والبعض لا، هقول الحمد لله ان ربنا خلاني اتوفق مع حد وحد تاني لا. المهم ان انا اكون عملت اللي عليا مع كله. النتيجة بتاعت كل واحد فيهم هيطلع شكله عامل ازاي دي مش بتاعتي، ده قدره عند ربنا سبحانه وتعالى. طب انا هتعامل ازاي مع الاقدار المختلفة لولادي؟ نفس الدور. انا المنتور، الشخص اللي هم بيرجعوا له، اللي عايز يتكلم معايا بيتكلم، اللي عايز يلجأ لي بقول له نصيحة، بقول له القواعد، بقول له حرام وحلال، بقول له قيم، بقول له مبادئ اصول وبس. هو بقى راح طبقها في حياته ازاي مكتوب في صحيفته ويحاسب عليها. بخاف عليهم جدا، بقلق عليهم جدا، ولكن قلقي وخوفي عليهم بيترجم في اني بعلمهم يتعاملوا مع الحياة ازاي، مش اني بعيش الحياة بدلهم. طيب ايه دوافع تانية بتخلينا نعمل كده؟ دافع مش ناس كتير بتاخد بالها منه ومش ناس كتير بتلقطه، وهو الاستسهال. احنا قلنا من شوية ان العقل بيقول ايه؟ اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش. فانا ده عارفاه، فليه هقعد اوجع دماغي واخليه يروح يعمل حاجة انا ما اعرفهاش؟ فخلاص بلاش الحاجة دي، بلاها، خلينا ماشيين في الاتجاه ده، وحاسبه على النمط بتاع حياتي،
وكأنه هو ده المظبوط جدا، وكأنه هو ده الحاجة اللي لو ما اتعملتش انت شخص فاشل. وده غلط جدا. وانا بستسهل بان انا اتربيت او ان انا اتعاملت بنفس الطريقه دي فطالعه بعملها مع اولادي. انا عارفه ده. ودي لقطه محتاجين نفهم فيها زي ما قلنا من شويه، ان احنا فعلا الحاجه اللي ما نعرفهاش بتكون مش عارفين نوصفها لاولادنا. احنا يعني بالظبط كده طريق انا ما مشيتوش قبل كده، ما رحتش من النقطه الف للنقطه ب قبل كده، فجيت اتسالت ماما هو انا اروح ازاي، هوصف ايه؟ ما اعرفش. طب الحل ايه وقتها؟ اروح اتعلم، اروح انا اسال هو ده بيتعمل فيه ايه، هو ايه الطريق ده، هما بيروحوا له ازاي. وسبحان الله بقى من رسائل اولادنا الخفيه في حياتنا، ان وهم بيعيشوا حياتهم احنا بنتعلم مهارات جديده بتنفعنا في حياتنا. ففكرة ان انا احبس حياتي عن اللي انا اتعرفت عليه زمان، او اللي انا عرفته زمان، او اللي انا اتعلمته زمان وانا كده تمام وخلاص انا كبرت. انا اترزقت بولادي ليه؟ عشان اتعلم معاهم، عشان يكونوا مصدر تعليم ومصدر تطور ليا حتى وانا كبيرة. لان هم هيروحوا اماكن في الحياه، ما اقصدش اماكن يعني اماكن، اقصد مهارات في الحياه بتاعتهم، وهيحتاجوا يتعلموا حاجات انا ممكن اكون عمري ما تخيلتها، عمري ما مريت بيها. ده بالعكس، ده انا هدعمهم، ولو انا مش عارفه اروح اتعلم هوديهم لحد يعلمهم، وراقبهم انتوا عملتوا ايه لما روحتوا هناك، وكانهم هم بيعلموني الحياه بتاعتهم. العكس تماما بقى، هم عيني على الحياة الجديدة دي انا معرفهاش. طب ما تقولوا لي انتوا عملتوا ايه، ما تعلموني كده انتوا بتعملوا دي ازاي. زي بالظبط بحب قوي لما تكون ام كبيرة في السن وتخلي ولادها يعلموها البلاتفورم اللي هي الفيسبوك والانستجرام والحاجات دي كلها، لما تخلي ولادها يعلموها الاي اي، لما تخلي هي عايزة تفهم العالم بتاعهم. حلو جدا ده، مش انا اللي بفرملهم وكلبشهم في العالم بتاعي. ده الفرق. الام المتزنه بتطلع على الحياه مع اولادها، مش بتقعدهم معاها تحت. ايه تاني بيكون بيقف قدامنا بيكون مبرر لان احنا نعمل نكون عايشين البرفكشنزم او نكون واقعين تحت القناعه دي، ان احنا احيانا بنحب التحكم. يعني احنا بنبقى شخصيات بنحب متحكمه شويه. فمن من وسط الحاجات اللذيذه اللي بتبقى مع التحكم ان انا اخليك تمشي زي ما انا عايزه. فزي ما انا عايزه دي بالطريقه اللي انا عايزاها، فانا عايزه نتيجه معينه، عايزه مواصفات معينه، عايزه طريقه معينه، لدرجه ان انا حتى لو انا بدي مهمه لابني او بنتي واخليهم يعملوا حاجه وعملوها بطريقه مختلفه، حتى لو هيطلعوا نفس النتيجه، اقول لا. طب ما هو نفس النتيجه، ما تسيبوهم يستخدموا طريقتهم. لا، هي دي الطريقه الصح، هي دي الطريقه الاحسن، هي دي الطريقه اللي مش عارفه، انا وجهه نظري هي الصح في المطلق. عشان انا كده ببقى فاهمه ان هم، انا فاهمه عنهم زي ما قلنا في الاول، انا اعرف اكتر منك، انا بفهم اكتر منك، وانت لسه صغير ما تفهمش حاجه. فبيبقى من وسط الصفات بتاعه البرفكشنزم او من وسط الحاجات اللي بتخلينا نبقى بيرفكت قوي، ان انا بحب التحكم، فبحب كل حاجه تمشي زي ما انا عايز، بمسطره زي ما انا شايف، عشان النتيجه معتقده ان النتيجه كده هتطلع زي ما انا عايزه. طيب، من وسط الحاجات او المبررات اللي ممكن تخلينا بنعمل البرفكشنزم دي معاهم، الحمايه الزايده زي ما قلنا في الاول، ان انا اكون عايزه احميه. وهي دي اللي بتظهر وقتها فكره انه انا ابني ما يتعملش معاه كده. لا، هو انت ابنك بني ادم، راجل او ست، محتاجين يواجهوا الحياه بتاعتهم. فانا محتاجه اخليه هو اللي يقول انا ما يتعملش معايا كده، فتمام انت محتاج تعمل ايه، وابدا اساعده واعلمه يواجه المواقف دي ازاي. لكن هل فكره ان انا دايما انا اللي برد عنه، وانا اللي بحميه، وانا اللي حتى لو صغير، على فكره حتى لو صغير انا بعلمه ازاي يرد بطريقه فيها تعبير عن مشاعره، بس فيها ادب. لو هو بيتكلم مع واحد كبير، بس هو لازم يعبر عن مشاعره. ما اروحش انا اقول انت ازاي تعمل كده مع ابني، وازاي. الحمايه الزايده ليهم
احيانا بتخلينا بنحميهم من العالم الخارجي، واحيانا بتخلينا نتعامل معاهم هم ببرفكشنزم، ان هم لازم يبقوا كويسين جدا، احسن يغلطوا، احسن يتاذوا، احسن يتخطفوا. في اهالي، ودي حاجه مزعجه جدا ومضره جدا، بتفضل ممشيه ولادها على قشر بيض زي ما بيقولوا، بتفضل ممشيه ولادها على طراطيف صوابعها. علشان ايه؟ علشان ما فيش، بيخوفوهم من الحياه الخارجيه. اصل انت لو عملتي كذا ممكن تتخطفي، اصل انت لو عملت كذا ممكن يجرالك معرفش ايه. هو انا ليه الله سبحانه وتعالى امرنا بالظن الحسن؟ انا عند ظن عبدي بي. الحقيقه ان الحاجات دي هتحصل لهم فعلا، بس مش عشان هو ده، مش عشان هم قدرهم وحش، عشان انا ظنيت في ربنا ظن مش حلو ان ربنا هيرزقهم بده. طب ما اظن في ربنا حاجه حلوه، ما استودعهم ربنا، ما اقول يا رب احفظهم. الكلام ده كله احنا مأمورين بيه. مين قال ان احنا مطلوب مننا نخوف ولادنا من العالم الخارجي؟ حتى لو احنا خايفين، خوفنا احنا ملوش اي علاقه بان احنا نخوفهم او لا. احنا خايفين، احنا نتعامل مع الشعور بتاعنا، احنا نطمن نفسنا عشان هم لما يخافوا اعرف اطمنهم. لكن هل فكره ان انا مطلوب مني بتاع ده هل فكره ان انا مطلوب مني ان انا اخوفهم من العالم الخارجي عشان الحمايه الزايده؟ اكيد لا. طيب المثاليه بتكون في احيانا في كذا حاجه من حياتنا. بتكون في النظافه بتاعه البيت وترتيب البيت، والبيت لازم يبقى معرفش عامل ازاي. بتكون ان هو ما ينفعش يتكلم باسلوب ويعبر عن مشاعره، عشان كده ده اسمه فيه تطاول. بتكون في الشقاوه، وان انت لازم تقعد جنبي ما تتحركش طول ما احنا عند الناس. بتكون في نظام الحياه كله عامه. وانا كده بعتقد ان انا كده محافظه على حياتنا، محافظه على جوده حياتنا، ولا الحقيقه محافظه على الانتيكات بتاعه حياتنا. وبخسر ابني، بخسر ابني لاني منعاه يعيش حريته في بيته، منعاه يعيش حياته بحرية، منعاه يفهم يعني ايه هو يقيم تصرفاته وهو يقيم مواقف حياته، ويجي يشاركني هيتصرف فيها ازاي، ويجي يقول لي هيعمل فيها ايه. مش انا اللي بجبره وانا اللي بقهره وانا اللي انت لازم هتعمل كذا، ولو ما عملتش كذا لا. فين بقى لو ما عملتش كده هغضب عليك؟ دي كارثة، كارثة، وهنفهمها في الجزء الجاي. طيب ايه ممكن اعمله علشان يخليني اتخلى شوية عن البرفكشنزم؟ اول حاجة افهم انها عندي اصلا، ان انا بتعامل بيها. لانه ان انا افهم الخلل، وان انا احط ايدي عليه، وان انا اقول انا عندي مشكله، زي ما اكون انا اعترفت اني تعبانه، ده نص الحل. طيب ايه الحاجه بقى اللي بتخلينا نحاول نخلي التعب ده او الخلل ده او القناعه دي تروح؟ اول حاجه اطبق عكسها مع نفسي، اكفل لنفسي انا ان انا اغلط. دي اول حاجه. لانه اللي عنده البرفكشنزم غالبا بيتعامل مع نفسه بيها. يعني هو نفسه ما بيقبلش انه يغلط، هو نفسه ما بيقبلش انه يضعف. احيانا بنبقى كابتين مشاعرنا احيانا لمجرد ان احنا شايفين ان هو ده النموذج المثالي للمراه اللي مش عارفه عامله ازاي، او النموذج المثالي للرجل. الرجل ما ينفعش زي بالظبط، الراجل ما ينفعش يعيط، الست مش عارفه لازم تعمل ايه، الست الاصيله هي اللي شويه فريمز كده احنا عاملينها مش فاهمه جايبينها منين. في حين ان الاسلام والدين قال لنا الحديث مش فاكره نصه، بس معناه انه لو ما كنتوش بتذنبوا وتطيعوا ربنا، هبدلكوا باقوام تذنب وتسيب. يعني اذا الفكره فين؟ الفكره ان انا لو الذنب او الخطا مكفول لي في الفطره، فانا بعند في ايه بقى؟ يعني البرفكشنزم ضد الفطره. انا بعند في مين؟ يعني بقاوح في ايه؟ فلازم اكفل لنفسي اولا ان انا عادي اغلط. طيب لما اكفل لنفسي ده، اكلم نفسي برحمه وقت الغلط.
انتي انسانة تصيبي وتخطئي، فعادي جدا. افهم ان ابني مش انا، وان حياته مش حياتي، وان المفروض هو يعيش حياة بطريقة وبقناعات مش بتاعتي. ايه الحاجات الثابتة بيني وبينه، حلال وحرام واصول لو قدرت اديها له، وادب يتعامل ازاي مع الكبير، وغالبا هي معظمها كلها في الدين، فهو حلال وحرام. احنا محتاجين ان احنا دي الحاجات اللي احنا نركز فيها جدا 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 مع اولادنا. طيب دي الحاجه الثابته اللي بيني وبينه. خلاف ذلك هو هياخد الحلال، اللقطه فين؟ ان هو هياخد الحلال والحرام وهياخد الاصول ويطبقها بطريقته. يعني مثلا احنا زمان كان مش من الادب ان انت تنزل الشارع، او مش من العادات والتقاليد ان احنا ننزل الشارع بالشبشب. ان الناس بقى اللي هي المفروض ان هي حد محترم وكده، فالمفروض ان هو ما يلبسش شبشب في الشارع. الحقيقه ان الزمن ده عادي جدا ان احنا ننزل بالكروكس في الشارع، عادي جدا عادي جدا. في مناظر طبعا بنشوفها كتير احيانا بتكون بالنسبه لنا مش مقبوله لاننا كبار، بس هي بالنسبه لهم في الجيل بتاعهم عادي. فلو انا ما تصالحتش مع اختلاف الاجيال هفضل طول الوقت ضده، هفضل طول الوقت مش مفهماه او معرفاه او بتكلم معاه على انك انت مش مقبول، انت مرفوض بالنسبه لي انت والعالم بتاعك، لان هو عالم مش مثالي، عالم مش كويس. احنا المثاليين واحنا اللي كنا بناخد بالنا واحنا طيب رابع حاجه محتاجه افهم ان دوري في حياه ابني هو اني اوجه وبس. في حياته اني هوجهه من وهو صغير. طيب هيكبر شوية هبدأ أراقبه واشوف هو ايه ثبت عنده من اللي انا وجهته، وبعدين اللي وقع منه هبدأ اعيده تاني واوجهه ليه تاني، وافضل طول حياتي معاه كده. منين ما يرجع لي بوجهه الحلال وحرام، صح وغلط، وطبق زي ما انت عايز في حياتك. حياتك انت مسؤول عنها، صحيفتك عند ربنا انت مسؤول عنها. غلطت اعتذر، اذنبت استغفر، ولازم تتصالح مع الفكرة دي. ومن اهم الطرق اللي مهمة جدا نعرفها لولادنا اننا نعرفه طريق الرجوع، مش بس انه ازاي يبقى كويس. لو ما بقتش كويس هتعمل ايه؟ هتتعامل مع نفسك برحمة زي ما احنا بنقول لنفسنا بقى في الاول، هتتعامل مع نفسك برحمة وهتعرف ترجع لربنا ازاي. لا تقنطوا من رحمة الله، ربنا رحيم بينا وفاهم وعالم بعيوبنا وشهواتنا ونقط ضعفنا. ارجع له منين ما تغلط. ايه الحاجة اللي بعد كده؟ ان النجاح في الحياة، نجاحهم في الحياة ونجاحي معاهم في الحياة ليه علاقة باستقلاليتهم، وان هم عارفين يعيشوا حياتهم بعيد عني مش العكس. النجاح بتاع اولادنا في الحياة مش معناه ان هم يفضلوا مربوطين بيا دايما محتاجيني. انا ابقى نجحت مع حياتي مع اولادي فعلا لو كانوا عايشين حياتهم بدون ما يرجعوا لي كتير، بيرجعوا لي حبا فيا مش عجز يعملوا ايه. ان انا اكون علمتهم المهارات والدين والاصول الكافيه ليهم اللي تخليهم يعرفوا يعيشوا حياتهم من غير ما يحطوا عليا اعباء مشاكلهم. لان انا بكبر وهم بيكبروا، اعباء مشاكل الجيل بتاعهم انا ممكن ما اتحملهاش، فعشان هم كل شويه يرجعوا لي باعبائهم حلي، انا في لقطه معينه ممكن اعجز عن اني احل، وان انا اكون شايله همهم. وان من اهم الامور اللي المفروض بتتعمل مع الام انك ما تشيلهاش هم مشاكلك. فطيب مين اللي بيعمل ده في الاول اصلا، او مين اللي بيخلي الابن يطلع بيشيل امه همه؟ هي مش هو. ليه؟ لان هي اللي بتعلمه الاعتماديه. من الافات بتاعت نتيجه البرفكشنزم ان الولد بيبقى عنده اعتمادي، هو معتمد على امه توتالي، فهو مش عارف يعمل حاجه من غيرها. فلما بتكبر هو ما بيعرفش يبرها البر الصح. فاذا الفكره بتاعت ان نجاحي في حياتهم او في حياتي عامه او نجاحي قدام ربنا معناه ايه؟ معناه استقلاليتهم. طيب واديله طبعا احقيه انه يغلط، وافهم ان ربنا رسم له حياته ملهاش علاقه بيا، هي مناسبه لي
مناسبة للي هو محتاج يتعلمه، تراك حياته مختلف عن حياتي. الله سبحانه وتعالى بيدينا أولادنا هبة ونعمة من عنده، هي جواها حاجاتها. يعني هي مش محتاجة ان احنا نعمل اي حاجة اكتر من اننا نساعده يطلع الصفات بتاعته، العاطفي اكتر والعقلاني اكتر والكلام ده كله. احنا نساعدهم يعيشوا الفيرجن بتاعهم بمهارات حياتية تساعدهم على الحياة بدون ما يقعوا، بدون ما يتوجعوا كتير. هيتوجعوا وبنعلمهم ازاي يتعاملوا مع الوجع، اقصد بدون ما يستمروا في الستيت السلبي كتير، نعلمهم ازاي يطلعوا منها. بلاش نخاف عليهم زيادة عن اللزوم. في من الآيات الرائعة اللي بتفهمني ان احنا مش مطلوب مننا نخاف على أولادنا قوي. قوله تعالى: وإن خفتي عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك. اللقطة دي مهمة جدا لينا كأمهات. احنا مش هنلقيهم في اليم، ولكن هنستودعهم ربنا، هنديهم هنخرجهم لربنا سبحانه وتعالى. فكل مرة ابني بيفتح الباب وينزل قدامي فيه من الشقة، أنا بستودعه ربنا. فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك. القناعة والإيمان بأن ربنا سبحانه وتعالى هو الحافظ وهو اللي هيرد لي ابني، وان مهما عملت من حماية ووقاية وخوف مش هعرف احفظه زي ما ربنا حافظه، ومش هعرف اخليه ما يمرش بقدر ربنا سبحانه وتعالى ليه. هيخليني اهدى واقعد في مكاني كده واستودعه ربنا، واركز في ايه الحاجات وايه التولز اللي هتحميه وهو بره. مش وجودي معاه، مش مكالماتي معاه في التليفون، مش سيطرتي عليه، مش قلة الخروج، ولكن المهارات اللي هعلمها له، ان انا هستودعه ربنا زي ما قلنا، والحاجات التولز اللي انا مديها له معاه في ايديه عشان يخرج يستخدمها فيبقى متزن وهو بيتعامل مع العالم الخارجي. محتاجة طبعا زي ما قلنا كتير اربط قيمتي ونجاحي بذاتي وبادواري المختلفة، مش بيه هو، مش بيهم اصلا. ان احنا محتاجين نفهم حاجتين في ليه علاقة بتصرفاتهم معانا. ان بر الاب والام او ارضائهم بيكون فيما يخصهم مش فيما يخص الولاد. يعني انا لما اقول ابني بيراضيني فهو بيراضيني فيما يخصني في اللي انا محتاجاه، مش في حكمي عليه في حياته. من النماذج الغير مقبولة ان انا اجبر ابني او بنتي يتجوزوا جوازة معينة عشان ارضى عليه. دي كارثة. انا بحكم على ابني انه يتجوز حد او يبدأ حياة هو لا يريدها بالمرة عشان انا ارضى عليه. هل ده بر؟ نهائي اكيد لا، اكيد لا. البر ان لما اطلب منه حاجة تخصني، انا محتاجة اخرج، انا محتاجة تجيب لي كذا، انا عايزة كذا، تعال اقعد معايا، انا عايزه ارغي معاك، انا عايزك، انا عايزه، فهو يلبي لي اللي انا عايزاه. ده بر. لكن ان انا احكم عليه في حياته فيلبي لي اللي انا عايزاه او اغضب عليه، ده مش بر، ده ظلم. ده تحكم في حياتهم زياده عن اللزوم. هم محتاجين يخرجوا لحياتهم خلاص، هم يتحكموا فيها، هم يقرروا فيها، وهم يشيلوا مسؤوليه قراراتهم. انا بمعزل تماما عنه. فاحنا محتاجين نفهم البر صح. البر ملوش علاقه بان احكم عليه في حياته. البر ليه علاقه بانه يبرني ويلبي لي طلباتي اللي تخصني. لو انا مش بعرف حاجات كتير في امور التربيه، بيبقى قدامي حاجه من الاتنين: يا اروح اتعلمها وانا بتعلم هاكفل لنفسي اني بغلط، واني عادي اغلط، واني عادي ما ركزش او ما اصبش من اول مره، او اوديه لحد يعلمه. يعني انا ادركت ان انا دلوقتي مش عارفه قوي مهارات الحياه، وانا نفسي كنت واقعه تحت البرفكشنزم من اهلي، وبناء عليه فانا مش عارفه اتعامل مع الحياه اصلا الخارجيه. هعمل ايه؟ يا هروح اتعلم واعلمه،
يا هوديه حد يعلمه وانا اتعلم معاه، لان هو هيرجع لي متعلم حاجات، فهقعد اتناقش معاه بقى انت اتعلمت ايه، طب انت خدت ايه، طب انت قالوا لك اعمل ازاي، ايه المبادئ اللي انت اتعلمتها، مكان موثوق فيه او مع حد موثوق فيه، وانا اتعلم معاه. انا كده بنمي نفسي وبكبر نفسي وبكبر مهاراتي، لان انا معرفش بعد كده ممكن ابقى احتاج ان انا اطلع بره البيت، او ان انا الناس للستات اللي هي ربة منزل طول حياتها انا محتاجه اعمل ايه بعد كده معرفش. وفي نفس الوقت انا علمته هو المهارات وما فضلتش متمسكه بفكره انا كده وانا صح. لا، هو انا كده غير انا صح، ممكن اقول انا كده ومش عارفه اغيرني واديه حد يعلمه، لكن انا كده وانا صح وانا هعمل معاه كده ده بيخليني اشوف بقى النتائج كتيره اللي احنا قلناها. احنا عايشين حياتنا علشان نتعلم. اولادنا وكل البني ادمين اللي احنا بنقابلهم في حياتنا من الوسائل او من العوامل المساعده اللي بتخلينا نتعلم امور جديده في حياتنا. فاحنا الى ان نقابل ربنا احنا بنتعلم، محدش كبير على التعليم، محدش كبر على انه يتغير. فمحتاجين نبص لاولادنا على كده، احنا كنا عايشين حياه ليها مواصفات معينه مع اهالينا او مع ازواجنا وستيل عايشينها بطريقه معينه وبطريقه عجبانه، محتاجين نسيبهم يعيشوا الفيرجن بتاعهم بطريقتهم بالمعطيات اللي هم عايزينها، وانا ممكن اشاركهم فيها شويه واطلع على العالم بتاعهم شويه مع الاحتفاظ بالعالم بتاعي، وكده احنا نبقى وزننا الدنيا. لان هم هيطلعوا يعملوا كده مع اولادهم واولادهم هيطلعوا كده يعملوا مع اولادهم، ابقى انا كده بدات سلسله من التعامل مع الاولاد فيها اتزان، فيها رحمه، وفيها توازن، ما فيهاش مثاليه. اتمنى ان الموضوع يكون عجبكم، واشوفكم مره تانية ان شاء الله.